في ناس كتير بتعتقد في حياتها ان الرزق بيبقى فلوس وبس. انا اكتشفت امبارح اليوم اللي انا غبته عنكم ان الرزق هي فعلا محبتكم ليا. بجد فعلا ربنا يسعد قلوبكم زي ما انتوا اسعدتوني امبارح بكم الدعاء اللي انا شفته في الكومنتات. فربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. فكان لازم ارجع لكم بوصفه البيتي فور، وهي اخر وصفه معانا من نواهم العيد. يا رب يا رب اللي تحط لايك للفيديو ده يجمعني انا وهي عند سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. قولوا امين. يلا نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه اجيب العجان بتاعي، هنزل فيه ب 650 جرام من الزبده الصفراء، وتكون بدرجه حراره المطبخ. عليها كمان 100 جرام من السمن البلدي او اي سمنه عندك، سمنه وزبده ياسمين. ايوه. عليهم 250 جرام من السكر البودر. طبعا انا مش هحط اي فانيليا، انا شويه من اسانس الحليب. وهبدا اضربها في العجان، هسيبها تتضرب جامد جدا لغايه ما لونها يبقى كريمي فاتح. اروح بعد كده شايلها كده واجيب اللي على الجوانب انزله عشان كله يتضرب مره واحده بالشكل ده. بعد كده عندي هنا بيضتين كاملين وصفار بيضه واحده، 3 بيضات. انا اخدت بيضتين كاملين وصفار بيضه واحده. هبدا انزلهم بيضه بيضه. اول ما البيضه الاولى تختفي معايا نهائي هبدا انزل بالباقي تدريجيا. انا هنا كده خلصت. بصوا بقى عندي عامل ازاي، هاشش وجميل. هنا عندي كيلو دقيق متخصص للكحك والبسكوت. هسحب من كيلو الدقيق دوت 4 معالق من الدقيق. ادي 1 2 3 4 كده. انا سحبت 4 معالق بس. شايفه حرف المعلقه؟ انا حطيت بيكنج باودر على حرف المعلقه، مش اكتر من كده. حرف المعلقه بس. هبدا اقلب الكلام ده كله كويس جدا كده الدقيق بتاعي، وهنزل بيه بالراحه على الخليط ده، مش هدي كله مره واحده. اقلب بقى معايا بالقوام ده. انا هنا هستخدم التيب دوت، شايفين الشكل بتاعه؟ تقدري تحطي اي شكل انت بتحبيه. هيبقى عندي هنا صاج مش مدهون اي حاجه خالص، وهبدا بقى اشتغل فيه. بصي البيتي فور عامل ازاي، اللهم بارك. مش هطلع بنقشتها، مش مشرشره ولا اي حاجه خالص. كده انا خلصت. مسخنه الفرن على درجه حراره 160 في الرف اللي في النص. اول ما ياخد لون اصفر فاتح من تحت كده خلاص نبدا نطلعه. بعد كده بقى هروح جايبه هنا معلقه من الزبده، عليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام بالشكل ده. هجيب جزء كده من الخليط بتاع البيتي فور. انا عملت جزء بالابيض وجزء بالشوكولاته، واروح نازله بيه. ده ربع المقدار تقريبا، ربع المقدار. بعد كده عندي اللي بالشوكولاته. خلصت الصاج اللي هو بالشوكولاته، بس خليت فيه واحده تكون بيضه بالفانيليا عشان اعرف اذا كان استوى ولا لا. هي دي اللي هتظهر لي اذا كان البيتي فور بتاعي تمام ولا لا. هو بيقعد في الفرن لمده ربع ساعه بس على نار هاديه. تمام، يلا بينا على الحبيب المصطفى. بعد ما خرج من الفرن قعدنا وشكلناه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا كام شكل، ما شاء الله اللهم بارك. يلا جربيه على ضمانتي. دمتم في امان الله واشوفكم على خير.